فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح، إن أصابتكم جروح، سالت منكم دماء، أصابتكم شدة، فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده أن يصطفي الله من الناس شهداء. الشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء، يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده. ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا. فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق